شويشي بناري من السروك روحانية درزيان شيخ حكمة الهجري بداخويانية كي أشكركر كوستوجين للسويدة بسيستماتيك هاتنا كرن حكمة الهجري سباسيا ريفا بريا خسر وچند دولتين كوبوان را بونا آليكار كريكا حكمة الهجري خواستكو شاندايا كي ناب نطوي لبرسين دربار سوجين للسويدة يبكنا. ففي الأيام الأخيرة التي شهدت سلسلة من الجرائم دروجين داويل السويدا رز سوجين دجمروفي بيكاتن أو حمو سوج باواكي سيستماتيك جبوش كاندنا إرادة درزيان بيكاتن تحركها أيادي اعتادت أن تكتب بالدم لا بالحبر، وهذه ليست تجاوزات أفكرن نكرني نكسية لبري بلانك تنكرني آبي دينجا كود بالنافي فرسكرنا أولهية ده هاتيا نخماندن سيستما بكارائنا تشكا برشبون جي سوجك جي سوجي الشرن كوسيلة ضغط على المدنيين لا يعد مجرد انتهاك، بل هو جريمة حرب موصوفة يدان مرتكبيها أمام القانون الدولي. ومن موقعنا ندين بشدة أم حمو كانال روبلينغ رداي حكومتها هي قانوني ونقانوني كل ديشي سويدا راستيا بويران لغوري خصاص دكن شرمزار دكن التي تحاول أن تلبس جريمة ثوب الأمان وتروج لسلام زائف يبنى على أنقاض الأبرياء. إننا نثمن مواقف الدول التي رفضت الصمت ووقفت إلى جانب المظلومين، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقفه الواضح في دعم الأقليات ورفض الاستبداد. ودولة إسرائيل أم سباسيا حركسي كوبراسيا رسكني ودنجي ما بلا فكر دسريدة سروكي أمريكا دونالد ترامب دولة إسرائيل وقليوي دولة بندافي وريفيبريا خسر دكن الشقيقة التي عبرت بوضوح عن رفضها لحكم الإرهاب ودعمها لقضية شعبنا المظلوم. ونشكر الإدارة الذاتية لمنطقة شمال وشرق الفرات والمنظمات التابعة له على دعمها الصادق لأهلهم في السويداء. فتح تحقيق أم بانكا فكرنا لبسنة كان أفنتهوية سربخة لسر طوان السويداء دكن إحالة دفيكو حموس وجدار لدادكهن لابدتهوي بين دارزاندن المحكمة الجنائية الدولية، إرسال بعثات مراقبة دفي ميسيوني تشاوديريا ين لابدتهوي ورن السويداء داكو سيفيلان بباريزن وقف كل أشكال الدعم دفي حمو دستكو بشتكريا لشكري وسياسيا كومن تروريستيين لدردورا السويداء ورن بطال كرن. نتوجه إلى الدول الضامنة بالضغط على حكومة الأمر الواقع للالتزام دفي دوتين غرانتور زختيل حكومتها هي بكن داكو إريشان باوكي كشتيرا والسينة خلال سريان هذا الاتفاق والذي تم الالتزام به من قبلنا. ونؤكد على لزوم الانسحاب كافة الميليشيات